السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الله 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 على العزومات والحاجات الحركات والجمال ده. يلا بينا نبدأ الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. وده كان قبل العزومة بيوم. لما نبني العزومة نبتدي نعمل منها تحضيراتها قبليها بيوم او يومين. بس بيومين يبقى ما نعملش الحاجات اللي هتستوي غير في تاني يوم بس، علشان ما تبقاش يعني ممكن نحضر تقويرات بس ما نحضرش نحشي كمان، علشان ما الرز بتاعنا ما يبقاش ننش. فهنسمي الله كده ونقول جبنا فلفل وكوسه وبتنجان وورق عنب من بره، وكان عندنا كرنب متفرز وصلصه كمان متفرزه. وهنا اكتر وقت بستغل فيه الفريزر، كل اللي موجود عندي بستخدمه. ليه؟ علشان يبسط عليا الوقت، وفي نفس الوقت يبسط عليا يعني الطريقه، والوقت كمان ما ياخدش معايا وقت كبير ولا مجهود، علشان احتاج كل مجهود في العزومه وتطلع احسن نتيجه. فنعمل ايه؟ نروح جايبين اللحمه المفرومه اللي موجوده عندنا، ونفرم لها بصلتين كده في الكبه، ما عندناش كبه نخرطهم على ايدينا، ما قالتش لا عادي يعني، ونروح نخرطهم وسط. وبعد كده بننزل عليهم معلقتين كبار من السمنه، واول ما البصلايه تدبل بس ننزل عليها باللحمه المفرومه، ونفضل نقلب لحد ما اللون يتغير كده تمام بالظبط. ننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي الملح والكمون والفلفل الاسود والسبع بهارات والقرفه، ودي حاجه ضروريه. ولو عندك جوز الطيب ياه على الجمال، هتبقى جميلة جدا جدا، لأن جوزة الطيب بتديها نكهة وطعم حلو. في ناس مش بتحب تستخدمها أو بتستحرم، هي حرة، بلاش. تمام كده. وهنا الصلصة دي اختياري، لو مش بتحبي ما تحطهاش، بس هي بتدي طعم حلو قوي والله. التست بتاعها طعم حلو، جربيه مش هتندمي. ومعايا قرن فلفل رومي او قرنين من الفلفل الرومي بخرطهم قطع صغيره، مع معلقتين الصلصه، وبنزل بيهم على اللحمه المفرومه. وطبعا ببقى حيقت وتوبلت وكل حاجه، بحط رشه سكر. وهنا جبت الصلصه بتاعتي اللي هي طلعتها من الفريزر وحطيتها في الحله، سخنتها كويس قوي. وجبت حله تانية فاضيه، حطيت فيها حبه زيت محترمين كده، وعليهم قطعه من الثوم. وهنزل بقى بالرز بتاعي كله مغسول، ومش منقوع طبعا، مغسول بس ومتصفي كويس، واقلب كويس قوي. واروح ايه، حاطه التوابل بتاعتي وانا بقلب في الرز، اللي هي الشطه والكمون والفلفل والقرفه والسبع بهارات والحبهان المطحون لو عندي وبتحبيه في الاكل تمام، بس هو كده كده مطحون مش هيبان. واروح مقلبه كويس قوي قوي. وممكن كل ده استغنى عنه واجيب خلطه محشي من عند العطار او السوبر ماركت، واروح مقلباها. وهنزل بالصلصه بتاعتي بقى بخضرتي بكل حاجه واقلب. لو انا عندي خضره صابحه بحطها اخر حاجه، واقلب الصلصه مع الرز، وبعد كده احط الخضره واقلبها. ليه؟ علشان تفضل صاحيه كده وباينه. طب مش عندي بستخدمها بنفس الطريقه، واجيب حله تانية فيها ميه على النار، حطيت فيها زيت اهو، وحطيت فيها ملح، وحطيت فيها عصره ليمون ورشه سكر. وبصي ضروري الحاجات دي يا جماعه، بالذات مع ورق العنب. ورق العنب بقى بلدي وبناتي وجميل خالص، بصوا ما شاء الله. هيبقى ياخد قد ايه وقت؟ دقيقتين اتنين بس على النار. ليه؟ عشان الورقه بتاعتي ناعمه وطريه، ما تتهريش مني. وش ده الوش ده دقيقة والوش ده دقيقة، وكده انتي سلقتي احلى ورق عنب، وما هريتهوش عشان يمسك نفسه لما تيجي تسويه ما يتقطعش منك. كده بقى بطلع كل الكمية بتاعتي. انا على فكرة ما بنزلش بالكمية كلها في الحلة، بنزل باتنين تلاتة اربعة بس. لو الحلة كبيرة ممكن تلاتة او اربعة، لو الحلة صغيرة بنزل باتنين، علشان ما يتهريش مني برضو. وبعد كده بعد ما بسلقهم حلو، بجيب مية ساقعة من الحنفية في الحلة، واروح شاطفة الورق العنب ده. يعني انا دلقت الميه السخنه وحطيت ميه ساقعه. ليه شطفاه؟ علشان اوقف في التسويه لو هو كان لسه وحاساه هيتهري مني. وممكن اعمل كده برضو مع الكرنب. وفي نفس الوقت ببقى لو حاسه ان ورق العنب كان فيه تراب ناعم اي حاجه، اهم حاجه النظافه يا جماعه. وبعد كده بروح ركنيه صفى كويس، واروح جايبه بقى الخلطه الجميله بتاعت المحشي اللي انا قلبتها، والكرنب اللي انا كنت مفرزاه. وطبعا مش بفكه بميه سخنه ولا اي حاجه، طول ما انا طلعته قبلها بفتره هو بيفك لوحده، بستخدمه كده عادي. انا مش عارفه طبعا هو ايه اللي حصل في الاضاءه بس معلش. المهم ان انا بفضل الف في الكرنب كده. بصوا انا لو الورقه الكرنب معايا كبيره، لما بحطها على ايدي، انا بحشي على ايدي يا جماعه، بحط الكرنبايه على كف ايدي كده، ورقه الكرنب، او على صوابعي من فوق، وبجيب الطرف ده اقفله، وممكن اقفل التاني برضو، او ممكن ما اسيبه حسب الورقه بتاعتي. ليه بعمل كده؟ عشان ما يطلعش مني رز، وبالذات لما يكون عندي عزومه مش في بيتي، مش للبيت عادي، بس انت لما بتعملي كده بتتعودي، علشان ما يطلعش منك اي رز خالص، ويفضل الكرنب او ورق العنب بتاعك نضيف وما فيهوش رز، تغرفيه كده بالواحده. ما شاء الله تبارك الله. المهم دلوقتي
نحشي بقى ورق العنب. هجيب ورق العنب افرده على ايدي او على طبق او على الرخامه حسب ما انت بتحبي. وبعد بقى ما بفرده بروح جايباه على لفه الصباع. اجيب الطرف ده احط الخلطه في النص، واجيب الطرف ده اقفله والطرف ده اقفله والفه زي ما وريتهولك كده بالظبط. انا وريتك كذا واحده وتعمليها بنفس الطريقه هتلاقيها ما فيش اسهل من كده. وبعد ما خلصت الورق العنب وخلصت الكرنب وخلصت البتنجان والفلفل والكوسه وبحطهم في حله واحده، وما شاء الله ما شاء الله الله اكبر بيطلعوا كلهم تمام ما فيهمش غلطه ما شاء الله. بحشي لما باجي اغطي دي معايا لحمه بقى هقطعها واروح ايه سلقها. بشطف اللحم قبل ما بسلقها يا جماعه، بديها شطفه خفيفه كده وفي ميه بتغلي بنزل باللحمه بتاعتي. عندي تركايه تانية حلوه برضو ومعايا حته دهن عشان تعمل لي شوربه. ممكن اجيب معلقه سمنه بلدي في الحله وافضل اشوح في اللحمه بتاعتي تشويحه حلوه كده، وانزل بالتوابل بتاعتي كلها والبصل والطماطم اللي هنكه بيه، وبعد كده انزل بالميه المغليه. انا في الغالب بعمل كده، بس انا لما بيكون عندي عزومه بحاول على قد ما اقدر اسرع في الوقت، وبالذات لما يكون في وقت صيام، علشان انت بتبقي مضطره ان انت قبل الاذان كل حاجتك تبقى مغروفه. تفكري كويس اي حاجه بتاخد معاكي وقت قبليها بقى اللي تنجزي، لان الوقت ده بيبقى ملكك بعد شويه بتحسي ان خلاص. انا هنا بقى باجي اغطي ورق العنب بطبق بعد ما بسقيه. طب لما بسقيه الشوربه بعمل ايه؟ بحط في الشوربه بتاعتي دي ليمون وزيت، ملح وليمون وزيت ضروري يا جماعه. الشوربه حقيقه بيبقى الزيت والليمون بس، وهنا ضروري لو عندك دبس الرمان يا بقى هتبقى الورق العنب بتاعك خطير. وفي المحشي الكرنب حطي معلقه سمنه بلدي في قلب الشوربه ويا ريت تكون فيها حته من الدهون. وفي محشي البتنجان ما تسقيش قوي، يبقى يا دوبك نص البتنجان او البتنجانيه الا ربع كده باينه منه علشان ما يتهريش منك. وبرده نفس الكلام في ورق العنب بيبقى متغطي، ورق العنب متغطي، الكرنب الرق الاولاني باين مش متغطي. تمام كده كده انا قلت كل حاجه عن التسويه والشوربه. واول ما بيغلي غلوتين بوطي النار وهنا بقى واسيبه يستوي على نار هاديه. وهنا بقى معايا رقاق طري، احلى رقاق طري واسهل طريقه تعملي بيها الرقاق ويطلع معاكي زي الفطير من غير فرن ولا اي حاجه. هترصي كل واحده تبليها في الشوربه. ودي كانت شوربه بقيه من المحشي فحطيتها واستغلتها، يعني ما عنديش ممكن استخدم ميه وماجي وملح او لبن زي ما تحبي. بحط كل واحده واحط بينها سمنه مسيحاها كده على النار وانزل بيها، وبالذات لو سمنه بلدي هتبقى جميله، ما عندكيش اي حاجه من ايدك هتطلع جميله. ونروح بقى ايه مثلا 4 رقاقات واحط اللحمه المفرومه. هفضل بقى اساوي اللحمه المفرومه بتاعتي كلها كده حبه حبه لحد ما ايه ما افرد في قلب الصينيه كلها اللحمه المفرومه. وبعد كده اروح رشه جايبه واحده تاني وبلاها ورش عليها السمنه. وخلي الرقاق الطري خلي الابيض من تحت والاحمر من فوق في هو اللي شايل اللحمه المفرومه والحاجات دي. دايما خلي كده. وتعالي في اخر ورقه برضو خلي الابيض من على الوش عشان لما تيجي تقلبي الابيض ده اللي هياخد اللون الجميل الذهبي زي الفطير بالظبط. كده تمام تمام. رحنا بقى حطينا ايه الاخر واحده كده وهروح ارش عليها بقى السمنه. ولما اجي بقى هسويها على عين البوتاجاز، يعني من غير فرن ولا اي حاجه. طب انا يا ياسمين عايزه احطها في الفرن وريح دماغي، خلاص تمام. بس انت اسمعي كلامي وخدي برايي واعمليها على البوتاجاز بنفس الطريقه. لفي بقى الصينيه كده على البوتاجاز على نار متوسطه، هتلاقي احلى فطير. والله فعلا فطير، مش بتاكلي رقاق، بتاكلي فطير كده باللحمه المفرومه. بصي بقى بعد ما شكله الاولاني كده طلع بروح قلبه الصينيه علشان بعرف منين طيب ان هي خدت لون. برفع بحرف المعلقه بالراحه بلاقيها خدت لون. وفي نفس الوقت انا لما باجي احط الصينيه على النار بيكون ايه الرقاق بتاعي نازل كده مفركش من بره من على الوش، لا بلمه وبتني حروفه لجوه عشان لما اجي اقلبه يبقى معايا بكل سهوله. واروح بقى افضل اقلب فيه على النار، يعني اديره كده واديره كده. بيجي بقى ياخد الشكل الجميل ده وياخد اللون بسرعه وتلاقيه لم يعني ايه يعني شخلل كده في الصينيه، معناها ان هي خد لون. وكده ده شكل الاكل كله بعد ما استوى والرقاق وكل حاجه وعملنا سمبوسه. وده شكل البط بقى بعمله في الكيس الحراري في الفرن عشان كده ما ريتوش الطريقه، بس الطريقه موجوده على اليوتيوب في اول فيديو في رمضان كان في طريقه التتبيله. والتتبيله دي بتكون عباره عن توابل، بصله بس مفرومه كده بنعمل بيها مردانه للبط من جوه، والتوابل بتاعتي وعسل اسود والملح وحبه توابل بقى 7 بهارات وكاري. وبصوا تلاقي ان شاء الله الطريقه بالتفصيل موجوده.
واروح ادعكه بيها البط من على الوش، والزيت والعسل الاسود ومعلقتين زبادي، واروح دعكه البطيه كلها ومعلقه سمنه بلدي من على الوش ومعلقه كاتشب، واروح مدخلاها او صلصه وروزماري وزعتر ضروري يا جماعه، وادخلهم في الكيس الحراري، واروح مكتفاهم كده حلو قبل ما ادخلهم، واقفل الكيس الحراري كويس واحط تحتيه ميه واحطه في الفرن. وما تنسونيش في اللايك والشير.